ازاي تبسط نفسك في راس البر باقل مجهود؟ يلا بينا. راس البر واحدة من أجمل المدن اللي في مصر اللي ممكن تقضي فيها يوم جميل تخرج بيه من ضغط الشغل، شوارع هادية وجو جميل وأحلى أكلة سمك ممكن تاكلها في عزبة البرج، ويا سلام بقى لو لحقتها قبل زحمة الصيف. فتعالوا بينا أخدكم جولة ليوم سريع في راس البر. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان ده بيشجعنا نكمل. أول حاجة وصلنا فندق نور الصباح، وده فندق موجود في شارع متفرع من شارع المديرية. هو فندق بسيط وأسعاره معقولة جدا، وأحلى حاجة فيه موقعه قريب من كل حاجة حرفيا. بعد كده هتروح عزبة البرج بدري قوي عشان تلحق تشتري شروة سمك محترمة من هناك. ركبنا معدية دياب من راس البر بتعديك لعزبة البرج الناحية التانية، وهناك بتلاقي مزادات لتجار السمك وسمك أشكال وألوان، وهتلاقي كمان شروات سمك للناس العادية وبأسعار معقولة. هو للأسف الأسعار زادت عن السنة اللي فاتت. جبنا الشروة دي ب 850 جنيه، فيها جمبري كبير وجمبري صغير وكابوريا ومرجان وكميات حلوة الصراحة. ولو عايز تشتري جمبري بالكيلو، الراجل المحترم ده عنده جمبري حجم كويس جدا ب 300 جنيه الكيلو. خدنا السمك بتاعنا ورجعنا الفندق عشان نريح شوية. تعرف ايه عن راس البر يا عبد الله؟ الراحة النفسية والجمال كله. وبعد الظهر بقى تصحى تسوي السمك بتاعك. احنا رحنا عند مؤمن، اسعار التسوية عنده معقولة بالنسبة للمطاعم التانية. عملنا الجمبري الكبير مشوي بالخلطة، والصغير مقلي، والكابوريا مشوية، والمرجان مقلي. امسك يا حاج معاذ، أكلة سمك معتبرة في البلكونة في راس البر. تاخد بقى الكلام ده كله وتفرش في البلكونة بتاعتك، وبالهنا والشفا أحلى أكلة سمك ممكن تاكلها في حياتك. سندوتش جمبري قلبك يا أكلة سمك فاخر من الآخر. أكلة سمك معتبرة في راس البر. وبعد أكلة السمك المعتبرة دي نخرج بقى عندك شارع النيل جنب الفندق على طول، كله مطاعم وكافيهات. احنا دلوقتي في شارع النيل. شارع النيل ده بقى ما في الصيف ما تعرفش تمشي فيه بالزحمة بتاعته. أهم شوارع راس البر. وهناك أجرنا السكوتر الكهرباء ده من عند زياد سكوتر، الربع ساعة ب70 جنيه. زياد هنا يا جماعة في شارع النيل هيظبط لكم الدنيا هنا. والصراحة كان جامد جدا، لفينا شوية حلوين واتبسطنا قوي. ولو جعت شوية ممكن تدخل الفود كورت اللي في شارع النيل تضرب لك بيتزا وفطير. ايه يا معاذ، كل ده عجين انت سايبه؟ امال انت اكلت ايه يا ابني؟ يا عم ده العجينة اتخن مني يا عم. على الله الحكاية. بعد كده تطلع تتمشى شوية عند اللسان. اللسان في الغروب ما يتفوتش. وبالليل بقى شارع النيل بيبقى تحفة. احنا لعبنا اللعبة دي وطبعا انتوا عارفين مين اللي كسب. انت كده فزت صحيح. اجازة ترجع. وجبنا ايس كريم من فروستي. الايس كريم عندهم جامد قوي. ورحنا اتفرجنا على ماتش ريال مدريد وبايرن ميونخ، والماتش خلص 2-2. وفي اخر اليوم قلنا نتعشى فرايد تشيكن من زاكس. اسعارهم معقولة والاكل عندهم كان حلو الصراحة، كنا اول مرة نجربهم. وبكده نكون قضينا يوم جميل في راس البر. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.